السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معادنا النهاردة مع كبسولة جديدة من كبسولات الجودة. بدأنا المرة اللي فاتت نتكلم على ليست بتاعت أو خلقنا ليست جديدة اسمها إزاي أكتب إجراءات شركتي بنفسي. طيب أول حاجة خالص قلنا أول حاجة تقعد مع ممثل الإدارة اللي أنت فيها وتبتدي تسمع منه وتكتب وتسجل النوتس وخد بالك من الملحوظات اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت. طب المرة دي بقى قعدت مع واحد والواحد ده مش عارف، مش متأكد، ما عندوش أي طريقة يقدر يسيطر بيها على العملية بتاعته، مش عارف هو يكتبها إزاي أصلا. ساعتها بتتدخل بقى بنظرية من نظريات اللي ليها علاقة بالكواليتي اللي أنت تكون ملم بيها. هي إيه النظرية؟ نظرية البيديكا فور بلان دو تشيك اكت، ودي ليها مرجعية وحضراتكم ممكن تقدروا تعملوا سيرش عليها توصلوا لها. البلان، البي فور بلان معناها التخطيط، الدو معناها التنفيذ، التشيك معناها الفحص، الاكت معناها هتشتغل على الموضوع ده ازاي، سواء ان انت تطور فيه او تخليه زي ما هو او تبتدي تعمل له اناليسيز عشان في النهايه ترجع تعمل بلان تاني. هي لوب، يعني دايره مقفوله بتبتدي بالبي وتخلص بالاي. طب نشرحها لكم كده بالعامي. اول يوم شغل ليك في شركتك ايا كانت هي فين، او في مصنعك او في المستشفى بتاعتك، اول حاجه عملتها الف مبروك، انت بكره الصبح عندك شغل من الساعه 8 الصبح. هتروح الساعه 8 الصبح، ما انت مش عارف الطريق هياخد منك قد ايه، فاول حاجه هتحدد انا هصحى الساعه 5، انا مثلا هفطر وهلبس هدومي وهتحرك، وانا مثلا المكان اللي انا رايحه ده في مصر الجديده، ايه معايا عربيه ولا معيش؟ لا معيش عربيه، طب هركب مواصلات، طب ايه اقرب مواصلات؟ فهتبتدي تخطط عشان في النهايه توصل للمكان اللي انت هتوصل له ده، وهتنفذ. كده خلصنا مرحله البلان ودخلنا في مرحله الدو. اول لما وصلت لمرحله الدو حضرتك وصلت الساعه كام؟ وصلت الساعه 8 بالظبط. جميل. جيت تبص بقى على نتيجه التنفيذ ونتيجه الخطه اللي انت عملتها دي، هو 8 ده مناسب؟ لا والله 8 ده بالعام كده على الحروكروك، يعني انا واقف ممكن يتخصم عليا. فهتبتدي تاكت ان انت بدل ما تنزل الصبح زي المره اللي فاتت تنزل الساعه 7 ونص عشان توصل 8، لا انا هنزل 7 وربع عشان اوصل 8 الا ربع. طيب ونفذت، نزلت 7 وربع لقيت الدنيا كانت فاضيه، لقيت نفسك وصلت الساعه 8 الا تلت. ما ده بدري برضه، انا مش عايز ابقى بدري قوي اقعد مستني تلت ساعه اعمل ايه؟ انا ما بحبش كده، انا عايز اروح على الميعاد المناسب. فحضرتك رحت جاي اليوم اللي بعده مغير المواعيد ومغير الطريق ومغير طريقه المواصلات، فلقيت نفسك نزلت الساعه 7 وتلت ووصلت الساعه 8 الا 10. ده كان ميعاد بالنسبه لك بيرفكت. ايه اللي انت عملته؟ بالعامي كده ترايل اند ايرور. انت قدرت ان انت عمال تجرب وتطور وتلاقي الغلطه تصلحها، تشوف انت جت منين وتعملها، وهكذا نفس القصه. طالما انت مالكش كنترول ابتدي خطط، نفذ، افحص واكت بناء على الكلام ده كله. عشان كده تنصح اللي بيتكلم معاك بنفس الطريقه، تبتدي تعمل له جدول كده موجود ايه الحاجات اللي بتخططها، التجربه وصلت لايه، عشان توصل لاحسن سيناريو موجود ليك وللي معاه. لما يتفقوا عليه يبقى هو ده البيز اللي تقدر تبدا عليه. وان شاء الله المره الجايه يكون ميعادنا مع كبسوله جديده. ما تنساش القناه على اليوتيوب موجود عليها الفيديوهات كلها، اعمل سبسكرايب وراجع الفيديوهات القديمه، وما تنساش تبص على الفيديوهات بتاع كواليتي كبسول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.